عندنا حاجه اسمها استقراء تام واستقراء ناقص وما بتعرفوش تحلوا عليها، فركزوا. استقراء تام واستقراء ناقص. استاذات ممكن بعد اذنك، مش عايزه صوت، والاستاذ اللي بيتكلم ممكن اخويا ما تتكلمش بعد اذنك يعني. طيب يعني ايه عامله استقراء تام ويعني ايه استقراء ناقص؟ اي حاجه بعرف اعدها استقراء تام، اي حاجه ما اعرفش اعدها استقراء ناقص. يعني ايه؟ هل انا اقدر اعد نعم ربنا عليا؟ مستحيل، يبقى دي جزء استقراء ناقص. طب انا اقدر اعد في كام ديسك في القاعه؟ في كام لمبه في السقف؟ في كام تكييف؟ في كام قاعه في السنتر؟ عايزه ايه؟ في حاجات اقدر اعدها وفي حاجات ما اقدرش اعدها. الحاجات اللي بتتعد استقراء تام اسمه تعدادي، اسمه كامل، اسمه كلي، اسمه ايه؟ احصائي. طب هو ليه اسمه كل الاسامي دي؟ لان الاستقراء التام يا كتكوت بيقوم على فحص كل الحالات المرتبطه بالظاهره. اي حاجه ليها علاقه بالظاهره اسمها استقراء تام. عايزه اقول لك معلومه مهمه، ايه هي؟ ان الاستقراء تام هو انتقال من الكل الى الكل. ازاي؟ جيت سالتهم القاعه كام؟ قالوا لي مثلا القاعه فيها 100 طالب، فهم ادوا لي العدد الكلي. الاستقراء التام يا اساتذه من الكل للكل. هم قالوا لي ان عددكم 100، فانا عديتكم مثلا لقيتكم 100، فهو قال لي العدد الكلي كام؟ 100. عديتكم لقيتكم. انت عايزه ايه؟ خليك عارف ان الاستقراء التام لون. يعني ايه لون؟ نوع من الوان الاستنباط. حبيبي لو سمحت ركز معايا عشان انا بقول لك حته مهمه. يعني ايه نوع من انواع الاستنباط؟ هو انت مش بتقولي ان اسمه استقراء تام؟ هو احنا مش في الاستنباط بنعد كل حاجه؟ فاللي شبه شويه اللي شبه شويه الاستنباط هو الاستقراء الايه؟ التام. ليه الاستقراء التام؟ انا عايز اعرف العالم فيه كام قاره، والله هفتح الخريطه، هسال جوجل، هيطلع لي العدد كامل، يقيني، مؤكد. طالما بتبقى النتيجه مؤكده، عشان كده قلنا ان الاستقراء التام يشبه شويه مين؟ الاستنباط. طب في حاجات انا ما اقدرش اعدها. كيلو الرز فيه كام رزايه؟ لا ما اعرفش. الاقي واد اهبل يقول لي لا انا هجيب كيلو الرز واعده. حلاوتك، حلاوتك تعد كيلو الرز؟ طب ما هو ممكن الميزان ده يبقى غير الميزان ده، فدي شويه رز زياده غير ده. والله مش هنعمل اي حاجه الا ان اقعد اذاكر. ده انت واد اهبل. بص بقى الاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص يا معلم بيعتمد على عينه، والعينه دي بتوصلني القانون. وهنا ابسط مثال تحليل الدم. ده ان عندك تروح تروح المعمل، ياخدوا من حضرتك عينة دم، يشخصوا الجثة كلها، انت عندك كذا. هل انا بسحب دمك كله ده الا ايه؟ لا، انا بسحب ايه؟ عشان كده اسمه استقراء ناقص. خليك عارف ان الاستقراء الناقص هو الانتقال من الجزء الى الكل. الاستقراء الناقص ليه اكتر من اسم. ايه هي اساميه؟ الاستقراء الناقص اسمه علمي، اسمه تنبؤي. ليه اسمه علمي وتنبؤي؟ لان انا باخد جزء ومن الجزء ده بنتقل للايه؟ للكل. طب هو ليه اسمه تنبؤي؟ انا مثلا خدت حبه منكم عملت لهم شويه اختبارات ذكاء، لقيتهم ما شاء الله تحفه اذكياء جدا، فقلت ممكن يكون الباقي ايه؟ زيهم، عشان كده اسمه ايه؟ تنبؤي.